مساء الخير عليكم. النهارده هنكلمكم عن مكان قديم من ايام قدماء المصريين، من ايام مصر القديمه. المكان ده كان مجرى ملاحي تجاري مهم، بيربط بين البحر الاحمر والمتوسط بطريق غير مباشر عن طريق نهر النيل. المكان دلوقتي اسمه شارع بورسعيد، وقبليها كان اسمه شارع الخليج المصري. قصته بتبتدي سنة 1850 قبل الميلاد، بالتحديد في عهد سنوسرت الثالث. عمل قناة كان اسمها قناة سيزوستريس علشان طريق تجاري بين البحر المتوسط والأحمر وقتها، ويعتبر خط مواصلات. بعد كده جه الإمبراطور تراجان، عاد عمل نفس المجرى الملاحي وسماها واتسمت باسم قناة تراجان. بعد الفتح العربي اتردم أجزاء منه وأهمل، بس جه عمرو بن العاص لما لقى ان الطريق ده مهم وهيمد الحجاز بالحبوب والمؤن والأغذية، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في إعادة فتحه، واتسمت بعديها بقناة أمير المؤمنين، والسفن رجعت له، وابتدى القناة دي ترجع لأهميتها تاني. بس جرى عليه الإهمال في أيام الأمويين. ف- وبعد كده لما القاهرة اتبنت، بناها جوهر الصقلي، أعاد إنشاء القناة ديًا، واتعرف باسم الخليج المصري، وبعديها خليج اللؤلؤة، بالنسبة لقصر اللؤلؤة اللي هو موجود مكانه دلوقتي مدرسة الفرير اللي هي في شارع الخرنفش. وبعدين رجع لها تاني اسم الخليج المصري، بس في سنة 1899 اتردم، وبعدين اتعمل شارع باسم الخليج المصري. وبعد أحداث بورسعيد في سنة 56 بعديها بسنة اتسمى الشارع باسم شارع بورسعيد. كان النيل بيخرج بالظبط جنوب القصر العيني عند منطقة السواقي اللي كانت بتودي النيل للقلعة، وبعدين كان بيفضل ماشي لحد ما يوصل لقناطر السباع اللي هي مكانها السيدة زينب دلوقتي، وبعد كده يفضل ماشي لحد ما يوصل لغرب بركة الفيل وضرب الجماميز، ويفضل ماشي برضو لحد ما يوصل لمنطقة باب الخرق اللي هي دلوقتي اسمها باب الخلق، وبعدين يعدي سور القلعة بالقرب من باب الشعرية عند باب اسمه باب العدوي، وبعدين يمشي ويوصل لحد منطقة الجامع الظاهر بيبرس عشان يروي المزارع اللي كانت هناك وقتها. وبعدين في غرب الخليج في أرض كبيرة اسمها أرض الطبالة، أرض 200 فدان. الأرض دي كانت بين الفجالة وغمرة وميدان رمسيس ومنطقة رمسيس. المنطقة دي حاليا المنطقة دي كان النيل بيوصل لها زمان في عهد الفاطميين، واتسمت بأرض الطبالة لأن الخليفة المستنصر اداها الطبالة اسمها نسب، فاتسمت باسمها. الخليج المصري كان منطقة اتسببت في ازدهار القاهرة اقتصاديا. كانت زي ما تقول كده منطقة حرة بتستورد منها وبتوزع لكل مصر كلها، وكانت منطقة أشهر منطقة تجارية في الفسطاط وقتها. وعلشان المنطقة دي كانت الملاحة فيها سهلة جدا، اتعمل فيها أول دار صناعة في مصر الإسلامية، وكان مقرها الروضة، إلا أن قوات محمد الإخشيدي حرقتها، فاتنقلت لبستان الطواشي في فم الخليج، وبعد كده دير النحاس أيام الدولة الفاطمية، وبعد كده محمد علي باشا نقلها لمنطقة ساحل بولاق. الخليج المصري على فكرة من ميته كان بيروي القاهرة كلها من ميته العذبة، بس في شركة المية في عهد
الخديوي إسماعيل ابتدت تعمل مشروع الصرف الصحي وتوصل لبعض البيوت أنابيب مية، فالخليج دون أهمل وبقى ضحل وقلت المية فيه، فإيه اتردم. شركة ترام القاهرة والحكومة المصرية ردموه واتسمى باسم شارع الخليج المصري، واتعمل فيه أول خط ترام في القاهرة. دون كان بيربط بين غمرة وباب الشعرية والسيدة زينب. وبعدين في سنة 36 طلع مرسوم بتوسعة الشارع ده 40 متر، والمرسوم ده ما تنفذش غير بعد ثورة يوليو في 1952. نيجي بقى نتكلم عن أهم وأشهر الآثار في شارع بورسعيد، لأن شارع بورسعيد ده خليط بين الآثار الإسلامية وفي آثار قبطية وفي مباني من عصر القاهرة الخديوية المبنية على الستايل الأوروبي. كان في المنطقة دي سوق الجمالية، والسوق ده تاريخي جدا واتهدم، وكان في منطقة سوق بين السورين. ده اتهدم وبعد كده اتعاد بناؤه في منطقة قريبة، وبعدين في المنطقة دي فيها مسجد السيدة زينب. وبعد كده في المنطقة دي برضو من معالمها مسجد فاضل باشا، ومن معالمها برضو المدرسة الخديوية المبنية سنة 36 بالستايل الأوروبي، ومتحف الفن الإسلامي. وكمان من أشهر معالمها جامع البنات دون إيه، كان له قصة. كانت البنات اللي هي بتبقى عايزة تتجوز أو أمنيتها إنها تتجوز كانت بتروح للجامع دون وقت صلاة الجمعة، وأول ما المصلين يصلوا يمروا بين المصلين في اعتقاد منهم إن كده هيجي لهم عريس. وبكده خلصنا قصة شارع الخليج المصري أو شارع بورسعيد. أتمنى إنها تكون عجبتكم.